احنا ما نقدرش نعيش من غير منتجات مايكروسوفت. 50,000 people have died and Microsoft started this genocide in our region. تخيل ان انت تستغنى عن كل منتجات مايكروسوفت. يعني مفيش ويندوز، مفيش اوفيس، مفيش لينكد ان اللي بيستخدموه، مفيش حاجات تانية كتير. هل هتقدر؟ اجيب لك من الاخر واعافيك من الاجابه، ما تقدرش ولا نقدر. حتى مع وجود بعض البدائل المجانيه برضو ما نقدرش نستغنى عن المنتجات دي. يعني لو عصرت على نفسك ليمونه وجهدت نفسك على الصعيد الشخصي، اول ما تروح الشغل هتلاقيك بتفتح اللابتوب، هتشغل الويندوز وتبتدي تشتغل حسب ما الكوربريت بتاعتك عايزه. طبعا الموقف البطولي اللي عملته المهندسه ابتهال ابو سعد سجلته جميع المواقع والسوشيال ميديا في كل مكان، والعالم كله انبهر بيه، لانها ببساطه قالت كلمه حق عند سلطان جائر. I hear your protest. Thank you. Shame on you. You are a war profiteer. I hear you. Stop Thank using AI for genocide, مصطفى. النتيجه كانت واضحه من اول ما اتكلمت. اول حاجه عملوها لها قفلوا لها الحساب بتاع لينكد ان لسبب غير مفهوم على الاطلاق، وطبعا بعد كده انهوا خدمتها، ودلوقتي الحساب بتاعها رجع اتفتح تاني. انا مش بعمل الريل ده عشان اكلمكم على ابتهال، انا بعمل الريل ده عشان اقول لكم ان المقاطعه لبعض المنتجات للاسف بتاعتهم دلوقتي اصبحت مستحيله. الادويه، المنتجات التكنولوجيه وغيرها كتير. احنا ببساطه بنحاول ان احنا نقاطع شويه اكل وشرب وشويه منتجات الكترونيه، تلفزيونات وبتاع والحاجات دي اللي عندنا ليها بدائل بالفعل. ده للاسف بيوضح ضعفنا كأمة إسلامية بشكل عام وكأمة عربية على الخصوص. الضعف ده ناتج من عدم قدرتنا أو فشلنا على إضافة أي حاجة للبشرية. يعني إحنا بنستهلك أي حاجة بينتجها غيرنا، ولو حاولنا نبقى جامدين شوية بنحاول إن إحنا نقلد بعض المنتجات، ودايما بيبقى يا إما تقليد أضعف من الأصل أو شبهه بس ما فيهوش أي إضافة أو فيتشرز جديدة. بينما دولة زي الصين من 30 40 50 سنة بالكتير كانت في موقف مشابه لينا، وكنا بنتريق على المنتج الصيني ونقول ان ده منتج تعبان وكواليتي اي كلام والحاجات دي كلها. النهارده احنا بنتحايل عليهم عشان يجوا يفتحوا مصانعهم عندنا. ابتهال قدرت انها تغامر بمستقبلها المهني والوظيفي في شركة يسيل لعاب اي حد فينا انه يشتغل فيها، لانها رفضت انها تكون شيطان اخرس. بينما هنا احنا لما بنيجي نتكلم عن المقاطعة كرد لأبشع عملية إبادة حصلت في التاريخ لشعب، والشعب ده المفروض ان هو من امتنا العربية والاسلامية اللي احنا بنتكلم عليها، للأسف بنلاقي من ابناء جلدتنا اللي بيشكك في الكلام اللي احنا بنقوله، واللي يقول ان الكلام ده غير مجدي وان ده حاجة مش كويسة وبلاش نعمل الكلام ده. لا مش مقاطعة، واحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في اصلا ان احنا نستقبل الاستثمار الاجنبي اللي هو هيخلي اقتصادنا يبقى احسن. لا زي بالظبط يا ادوار، ايه اصوات كتير طلعت على الفيسبوك، الفلاحسه دول يعمل لي فلحوس هل مقاطعه كذا وكذا وكذا، او اللي بينفض تماما وكانه مش سامع احنا بنقول ايه، وعايش بياكل وبيشرب من منتجاتهم. يعني لله الامر من قبل ومن بعد.